صباح الفل والياسمين على عيونكم، صباح الرضا يا رب. يوم جديد، يوم جميل، يوم كله تفاؤل وامل. النهارده الجمعه مباركه عليكم يا رب. النهارده كده الجمعه، اول حاجه عملتها عملت فنجان قهوه. طبعا انا صاحيه من الساعه 8 لان في كده خطه في دماغي عايزه اعملها النهارده. شربت فنجان قهوه بتاعي وبعد كده شغلت البخور وسبت البخور كده شغال، وشغلت سلطه البقره والرقيه الشرعيه في الشقه. وقلت اما انزل كده اجيب كده حاجة جميلة كده كلنا بنحبها طازة كده ونعملها مع بعض طازة على طول. يلا بينا. نزلت وجبت كرومباية، احلى كرومباية جبتها طازة. قلت كده النهاردة الجمعة وصاحية بدري، اما كده ايه اعمل لهم مفاجأة واعمل لهم محشي كرنب النهاردة بما ان النهاردة الجمعة وكلنا متجمعين مع بعض. يا رب دايما كده دي معلينا لمتنا يا رب. على طول سلقت الكرنبايه وعملت البصل. طبعا المحشي عملته معاكم كتير فيعني مش محتاجه ان انا اقول مقادير وطريقه. انا بس ايه النهارده هنشوف يومي مش ازاي وعملت ايه النهارده في اليوم الجميل ده. وصحيت بدري وعملت كام حاجه النهارده لما صحيت بدري بجد. يلا بينا بقى ايه نكمل مع بعض. هنا سبكت بقى الصلصة وحطيت لها كل بهاراتها، وهنا كمان اهي الشوربة كنت حطيتها برضو فارت اهي على النار. وكلنا طبعا عارفين الشوربة بنعملها ازاي. ودي الفرخة كنت متبلاها قبل بيوم. والمحشي هنا كمان كنت لفيته وخلصته. طبعا انا مش مطولة عليكم الفيديو قوي لان كل ده انا عملته معاكم قبل كده، بس انا حابة اوريكم يومي، اشارككم يومي كان فيه ايه وايه. هنا الفرخة تبلتها وسبتها قبل بيوم في التلاجة. وهنا الشوربة فارت طبعا هنزل فيها الفرخة. عايزة اقول لكم الفراخ بقت غالية جدا، كيلو الفراخ ب73 جنيه، يعني بجد حرام. الفرخة اللي انتوا شايفينها دي ب100 جنيه، 102 عشان مبقاش كذابة. هنا بقى سبت الغدا وخلصت الغدا، نخش بقى على ايه، على الفطار. انا اول حاجه عملتها كده كان الغدا، كان كله نايم كده وعملت فنجان قهوه، شغلت البخور في الشقه، شغلت القران، ونزلت جبت كرنبايه طازه جميله زي ما انتوا شفتوا. وقلت بقى ايه اخلص الغدا اول حاجه وبعد كده اخش في الفطار بما ان هما نايمين وانا لسه عندي وقت. انا صاحيه من الساعه 8، مش اي كلام يا جماعه، يعني الساعه 8 لسه بدري خالص. زي ما انتوا شايفين كده قلت بقى ايه ابتدي اجهز حاجات كده في الفطار على ما هما يصحوا. قشرت البطاطس كده وهسيبها طبعا محطوطة في مية وخل وملح، واقطعها كده زي ما انتوا شايفين. بجد ان يوم الجمعة ده بحبه قوي. بحس كده ان في حاجات كتير قوي عايزه اعملها في اليوم ده، افرح برضو الاولاد بيها. وبحس ان هو يوم جميل كده محتاج الواحد يفرح فيه بجد. وهنا كان عندي بقى ايه شويه قرنبيط كانوا متبقيين عندي في التلاجة، فمرضتش ارميهم، مسكتهم كلهم كده هرستهم في بعض وزودت عليهم شويه دقيق عشان يمسكوا في بعض، عايزاهم زي العجينه كده يمسكوا في بعض. وطبعا طلعت العيش يفك، وبحب اطلع عيش بزياده مادام لو حد زي يعني بيجيب العيش في الفريزر ويسيبه بزياده. يعني لما نطلع عيش نطلع بزياده ونشيله في شنطه عادي لان الاولاد بيجوعوا. فلو طبعا هما جاعوا ومفيش عيش فهتبقى مش لطيفه، لسه هيستنوا العيش يفك من الفريزر، فطلعي بزياده بحيث ان هو يفضل في شنطه كده على جنب، مش هيجراله حاجه طول النهار معاكي. اليوم يخلص ويعدي حطيه في الفريزر تاني. وهنا بقى كنت جبت جرجير اهو. طبعا مش انا اللي جبته، جوزي بقى جاب لي الحاجه دي وهو طالع من صلاه الجمعه، ربنا يخليهولنا يا رب. وزي ما انتم شايفين كده هنضف الجرجير كده واظبط كده الجرجير لان فطار يوم الجمعه محتاج جرجير، بصل اخضر، بتنجان. شايفينه قمر ازاي، منور ازاي، شايفين. هنا بقى ايه هقطع كده البتنجان ده، هعمله كده زي مسقعه كده سريعه، بيبقى طعمها تحفه قوي وجميله مع قرن فلفل مع طماطمايه مع حبه هرسه شطه. حرقتلكوا اللي انا هعمله في اللي جاي. هنا كان الزيت سخن خلاص، هنزل بقى بالبتنجان هقليه. وزي ما انتم شايفين كنت طبعا مخلصه الغدا، الفرخه كانت اتسلقت والمحشي كانت حشى. بجد لما تصحي بدري في يوم جمعه زي كده هتخلصي حاجتك بدري بدري تريحي شويه كمان، يعني هتخلصي حاجتك بدري بدري وتريحي شويه كمان، بحيث ان ده يوم جمعه فاحنا مش عايزين حتى كمان يوم الجمعه يبقى طول النهار واقفه وطول النهار شغل. فهتصحي بدري بس شويه وتخلصي حاجتك وهتلاقي نفسك قعدتي. وهنا بقى زي ما انا قلت لكم هقطع الطماطمايه وقرن الفلفل وهرسه الشطه هي اللي قلت لكم عليها عشان هنزل فيها البتنجانه اللي بتتقلي. وهنا كان عندي بقى شويه خضره محشي متبقيين، خدت منهم شويه على بضايه عشان احط فيهم عجينه الطعميه. انا من الناس اللي بحب قوي اجيب عجينه الطعميه ازودها في البيت باي حاجه بقى، طماطم، جزر. لو في خضره محشي متبقيه شويه مثلا كزبره ناشفه، انا بحب قوي الطعميه لازم احط لها التاتش بتاعي كده في البيت. مين زي كده؟ لو حد زي كده يكتب في الكومنتات انا زي كده بحب اعمل طعميه كده. وهنا بقى هنعمل ايه، هنعمل قرنبيط. طبعا طلعنا البتنجان كانت قلة معانا ونزلته على طول على سبته طبعا يتصفى شويه على المناديل، وبعد كده نزلته على الطماطم والفلفل وهرسة الشطه وعصرة الليمون. هنا بقى شايفين القرنبيط طبعا عجينه متماسكه في بعضها خالص زي ما انتم شايفين، واللون جميل.
اللون الجميل ده جه من ايه؟ حطيت سنة زعفران ادتني اللون الجامد قوي قوي ده. شايفين شكله حلو قوي. هنا بقى كنت خلاص حضرت طبعا الفطار كله. انا مش عايزه اطول عليكم الروتين، هو يوم جميل هوريكم انا عملت فيه ايه. تعالوا بقى بعد الفطار نشوف هنعمل ايه. بعد الفطار كده بمسك الشقه بالمكنسه كده، يعني كنست السجاد كده على السريع كله، على السريع لان انا ببقى ملمعه قبل بيوم. بس انا بحب برضه يوم الجمعه ده الشقه تبقى نظيفه وريحتها حلوه. يعني كنست كده طبعا بعد ما فطرنا، وانا كنت مخلصه اصلا الغدا. خلصت كنيس وقعدت كمان شويه، وبعد كده قمت ايه حطيت يا دوبك المحشي على النار والفرخه في الفرن. يلا بينا. هنا هو المحشي خلاص كان استوى، والفرخه طبعا كنت خلاص حمرتها، وعلى طول على طول كده هغرف المحشي. ما خدش حاجه بصراحه، انا صاحيه من بدري طبعا زي ما قلت لكم. وكمان كنست السجاد كده على طول، ولمعت ايه الشقه، مش لمعتها قوي يعني، كنست السجاد بس بصراحه. كنت هنا حضرت الاكل. شايفين الفرخه محتاجين نتصور جنبيها بامانه يعني. في 100 جنيه يا جدعان، يعني لازم نتصور جنبيها. شايفين بقى عملت لهم شوربه ودلعتهم. ودلعتهم مش محشي بس، تعالوا بقى اوريكم عملت لهم ايه كمان. عملت لهم بقى صينيه مسخسخه باللوتس. المره دي بقى عملتها لهم باللوتس مش بالكريم كراميل. وحبيت اعملها بصراحه في الطبق ده كان موجود عندي. قلت بقى ايه يعني اوفر شويه مواعين بقى، بما اني خلصت كل المواعين اللي ورايا ما يبقاش ورايا مواعين تاني. اعمليها هتعجبهم قوي قوي قوي. يا رب يكون روتين خفيف ولطيف وعجبكم. متنسونيش باللايك. سلام.